الأهلي يفوز على الزمالك 3-0. ماتش، يعني على رأي المثل يقول لك العملية نجحت والمريض توفى. يعني ما تحسش بفرحة الماتش ده خالص بالنسبة لجمهور الأهلي، وبالنسبة لجمهور الزمالك انت حاسس بخيبة أمل ان الفرقة البدني بتاعها وقع جدا وانت داخل على نهائي كونفدرالية. نتكلم عن الأهلي الأول. الأهلي عامل ماتش حلو، استغل الفرص اللي جات له. بن شرقي النهارده كان فايق، هو ده اللي فرق مع الفرقة. لعيب واحد بس كان فايق فرق مع الفرقة، بن شرقي. هو عامل اسيست جايب جولين. تريزيجيه برضه بيحاول يثبت. انت مش محتاج انك تثبت حاجه، تريزيجيه انت كده كده اصلا نجم. فانت مش محتاج انك تعمل كل اللي انت بتعمله ده عشان تثبت لجمهور الاهلي انك موجود. اعمل، العب السهل. انت لو لعبت السهل هتلاقي نفسك بتجيب اجوال وبتعمل وبتبقى لاعب مؤثر، لكن انت مش محتاج انك تثبت حاجه للجمهور. انت راجل ده يعني كابتن فريق الاهلي يعني. آه، ماتش بالنسبه لي انا حاسس ان الزمالك، يعني عارف انت، داخل دلوقتي في صراع مع بيراميدز. الاهلي مش مستني الزمالك يقع ماتش من الماتشات اللي جايه، الاهلي مستني بيراميدز اللي يقع، لان لو بيراميدز خسر ماتش من الماتشات اللي جايه وتعادل مع الاهلي في النتائج، فالاهلي بيراميدز هيبقى ليه افضليه على الاهلي، زي ما دلوقتي الزمالك متعادل مع بيراميدز وليه افضليه على بيراميدز عشان هو كسبه رايح جاي في الدور الاول والدور التاني. فعشان كده حتى بعد ما تعادلوا في النقاط مع بعض، الزمالك هو الاول الدوري حاليا. طبعا هيبقى موضوع سيء جدا، وهيبقى موسم سيء جدا لجمهور الزمالك لو حصل السيناريو اللي بيرعب دلوقتي جمهور الزمالك واللي كله بيتمنى ان هو ما يدورش. السيناريو دوت الفترة اللي جاية ان الزمالك يروح بالمستوى ده والاداء ده والبدني اللي واقع واللعيبة اللي اهلكت في الماتشات اللي فاتت دي مع الاهلي ومع البيراميدز، واللعيبة اللي لعبت ماتشات تقيلة جدا الفترة اللي فاتت دي ولسه عندها ماتش تقيل جدا نهائي كونفدرالية. الجمهور الزملكاوي خايف ان هو يروح ماتش نهائي كونفدراليه يخسره، يبقى خسر بطوله الكونفدراليه ويتعثر في ماتش من الماتشات اللي جايه، وبالتالي لو تعادل مع النادي الاهلي في النقط، الاهلي هيتفوق عليه بسبب ان الاهلي كاسب الزمالك رايح جاي، نفس القصه ما بين الزمالك وبيراميدز. فبالتالي يخسر نهائي كونفدراليه، وبالتالي يخسر المركز الاول في الدوري ويخسر المركز الثاني في الدوري كمان ويبقى الثالث. سيناريو لا اتمناه لألد اعدائي انه يحصل السيناريو ده في الثلاث الماتشات اللي جايين، ان الزمالك يخسر كونفدرالية ويخسر ماتش يتعادل مع الاهلي في النقط، هيبقى مركز ثالث مش اول الدوري ولا تاني الدوري. طبعا بيراميدز بنسبة كبيرة اتوقع ان بيراميدز هو ياخد الدوري ده. اتوقع بنسبة كبيرة ان بيراميدز ياخد الدوري ده لان الزمالك استنهك بدنيا، اللعيبه استنزفت الطاقه اللي عندها كلها، والماتشات اللي عندها كلها تقيله. ماتشات لازم يطلع 100% عند اللاعب، وللاسف الماتشات رخمه. انت لعبت بيراميدز، لعبت الاهلي، ولسه هتلعب نهائي كونفدراليه وهترجع تلعب ماتشين كانهم ماتشات نهائي. الموضوع بقى صعب على لعيبه الزمالك، والزمالك ما عندوش دكه تريحه وتخليه يعرف ياخد نفسه. الزمالك ما عندوش غير 11 لاعب ومنهم 5 6 لعيبه اساسيين. اللعيبه دي استنزفت بطريقه كبيره. ماتش كويس. جمهور الاهلي هدف، بس زي ما قلت لك يعني بالنسبه للماتش ده الجمهور الاهلي انا بحسه يعني فين. هو هيديك امل شويه ان انت ممكن لو السيناريو السيء ده حصل مع الزمالك ان انت ممكن تبقى تاني دوري وتوصل افريقيا، لكن كان فين الكلام ده من بدري؟ كان فين اللعب ده من بدري؟ الله اعلم. بس انا زي ما بقول لك ان الاهلي ما لعبش غير على لاعب واحد بس كان فايق النهارده، هو بن شرقي. تخيل في كل وسط النجوم دي كلها ما عندكش غير لاعب بس هو اللي عمل لك الفرق ده كله، لاعب واحد. الفرقه مش محتاجه ان يبقى عندك 5 6 نجوم عشان تبقى انت فرقه، لا انت محتاج لاعب او لاعبين تعتمد عليهم. النهارده بزيرا اختفى، ما لعبش ب2 جنيه في الماتش. الزمالك مش موجود، الزمالك خطورته ما كانتش موجوده. ليه؟ لان النجم بتاعه اللي هو معتمد عليه في كل ماتشاته اللي فاتت دي مش موجود. بزيرا النهارده ما لعبش خالص، ما شفتوش. فعشان كده حتى
مدرب الزمالك خرج بزيادة في الاخر لانه مفيش ما ادانيش حاجه النهارده خالص. تعب بس هو ما ادانيش حاجه النهارده. وطبعا كانت فيه رقابه عليه شديده لان هو نجم الزمالك، هو اللي مقوم الزمالك على رجله الفتره اللي فاتت، هو وناصر ناصر منسي. برضه ناصر منسي ما كانش موجود وبقاله فتره عنده يعني عدم ثقه الفتره اللي فاتت دي بطريقه كبيره. نتمنى طبعا التوفيق للزمالك في النهائي اللي جاي، وان شاء الله ان شاء الله السيناريو السيء ده ما يكونش هو اللي هيتم الفترة اللي جاية، وان شاء الله الزمالك يرجع ببطولة لانه يستحقها، واللعيبة دي تعبت وتستحق انها تاخد بطولة. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، ونتمنى يخرج من الكبوة بتاعته اللي هو فيها، لان النادي الاهلي في دوامة، واول مرة نشوف النادي الاهلي في الدوامة دي في وسط كل النجوم دي. انا بالنسبه لي غلطه الاداره مش على اللعيبه، غلطه الاداره الوحيده بالنسبه لي اللي انا الوم عليها كابتن الخطيب هو المدرب ومدير التعاقدات اللي بيتعاقد مع المدربين ويعمل لهم العقود بالمنظر ده اللي تخلي المدرب يقدر يربط على رقبة الإدارة، ويقدر يعني بالآخر حاططهم تحت درسه، حاطط إدارة النادي والنادي كله تحت درس المدرب. دي إدارة تعاقدات فاشلة. لكن بالنسبة لإدارة نادي الأهلي كابتن محمود الخطيب والإدارة بتاعته، الناس دي عاملة اللي عليها، جايبة لعيبة نجوم، جايبة لعيبة أسامي، جايبة لعيبة بملايين. بس هي القصة كلها دلوقتي في المدرب. اللعيبة دي هي اللي شايلة منتخب مصر، اللعيبة دي بتروح مع حسام حسن بتطلع نار، بتيجي في الأهلي تحس إن هم اتبدلوا. ده اللي يدل ان هي القصه كلها في القائد. انا لو اديتك عربيه اخر موديل وانت ما بتعرفش تسوق، هتاخدها وتلبس فيها في الحيط، معروفه. فلو انت قائد كويس هتعرف تسوق العربيه الغاليه قوي دي. ف في جمهور هنا، جمهور ماشي في الشارع بسم الله ما شاء الله يهتف. فطبعا زي ما انا قلت لكم ان القصه كلها والمشكله في اداره التعاقدات في الاهلي، زائد ان المشكله حاليا في المدرب. هنشوف اداره الاهلي عموما هتاخد قرارات ايه الفتره اللي جايه، وهنشوف الاهلي اصلا ايه السيناريو اللي هيتم معاه الفتره اللي جايه. هيبقى طبعا منتظر كل من ماتشات بيراميدز وماتشات الزمالك، عايز يعرف النتيجه اللي هتدور ايه بالظبط. وهنشوف ادينا مع بعض، ونقول هارد لاك لجمهور الزمالك، والف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو وصلت معانا للنهاية يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناة وتكون متابع معانا اول باول. سلام.